باعضاء رقيقه تاع الدجاج درت احلى طبق. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. واش راكم البنات؟ ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. ربي يتقبل الصيام والصلاه والقيام، اللهم امين. بالاعضاء تاع الدجاج، اجنحه ورقبه وكحكوح طيبتهم وفتتهم، زدت لهم حبة بيض ونصف علبة جبن، شوفوا بهذه المكونات البسيطة وش راح نخرج. استناو الشكل في الأخير. زدت ملعقة كبيرة زيت وملعقة كبيرة لا شابلور تزيد لي الطراوة. عندي هذا درتهم في مول سيليكون على شكل قلوب، دهنتهم بالزيت باه ما يلصقليش، باه نضمن ما يلصقش، وعمرت في كل قالب درت ملعقة كبيرة من الخليط باش حتى التقديم يكون مختلف ومميز، حاجة بسيطة تعطي لمسة تهبل. ودرتهم في الفرن يطيب. عندي هذه خبزة تورتيلا، عندي خبزة ونص قسمتهم، قلت انا على نخليهم كيما هاك، درتهم في مول ورايحة نطيبو في الفرن. نص قسمته على 2، درت ربع منه وربع منه، وربع قسمته على 2، يعني 2 مثلثات صغار كما هي الصورة موضحة. درت البطاطا مقلية كطبقة من تحت، وهذاك اللي بقالي تاع الدجاج زدت له نص حبة بصلة ثاني قليتها طيبتها في الزيت. هاي بصلة حمراء تبان كأنها محروقة، هي بها حمراء، طيبتها عادي، دبلتها مليح مليح في الزيت نص بصلة وخلطتها مليح. زدت كملت هذاك النص اللي بقالي تاع الجبن وخلطت. رايحه نديرها فوق البطاطا. تحبي تزيدي لها شويه زيتون، تحبي تزيدي لها فرماج من داخل كما فوق هذا الخليط. انا اكتفيت كيما هاك عادي. سويت السطح مليح. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمي في القناه. وزدت غطيته بالنص اللي بقالي تاع التورتيلا، نص قسمته على 2، ربع منه وربع منه متقابلين، وربع قسمته على 2 مثلثات صغار كيما في التفريشه تاني درتها هاك في الغطاء من الفوق، وربيت عليها فرماج. فضلا وليس امرا ما تنسوش دعمي في القناه، ديروا لي اشتراك واعجاب وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. فرماج يزيد لي خفه ولمسه حلوه عسل. ودرت وطيت في الفرن. بعد ما جبت القلوبات تاعي درتهم يطيبوا، ها هي النتيجه كيما هاك الشكل راقي. زينت به الصحن دوزيام بلا. حبيتي تزيدي حبه زيتون من الفوق كتزيين، خفه وطراوه وبنه ما نحكي لكمش. جربوها ان شاء الله تعجبكم. وهذه التورتيلا اللي طابت لي، خبزه هذه درتها في المول الصغير. اذا كنت اذا كنتي عائله كبيره عندك، ديري مول كبير وديري فيه التورتيلا بهذه الطريقه، يعني الله يبارك، ما تشدش اليد وبسيطه وبنينه ثاني. ما عرفتش كيف نجبدها، هي قلبت كامل المول في الصحن كيما هاك، وعدلته وقطعته عادي مربعات. إذا عجبتكم الوصفة ما تنسونيش بالإعجاب فضلا وليس أمرا، واشتراك وتفعيل الجرس. أنا وصفاتي بسيطة اقتصادية بدون تكلف، والحمد لله على هذه النعمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.